في نوع من الناس كده فاكرة نفسها بتحب الأكل، أكولة، شهيتها مفتوحة على طول، فبتاكل طول الوقت، قاعدة لوحدها تاكل، خارجة مع ناس تاكل، زعلانة تاكل، فرحانة تاكل، هم فاكرين ان ده من حبهم للأكل، لكن الحقيقة ان ده ليه اسم، ده اسمه الايموشنال ايتنج. أنا باكل لما بحس بمشاعر معينة، وده مش ديس اوردر، ده مش مرض، ولكن ليه مشكلتين. المشكلة الأولانية انه مع الشعور اللي هو غالبا بيبقى سلبي، باروح آكل، اختياراتي بقى في الأكل ما بتبقاش أحسن حاجة، فده طبيعي هيأثر على صحتي. الحاجة التانية هو إن أنا بالطريقة دي باغطي على الشعور اللي أنا حاسه، ومش بسمح لنفسي إن أنا أحسه. هو ليه مهم إن أنا أحسه؟ لأنه تعالوا نتخيل كده حالة الضغط، لما بتفضل لفترة طويلة مكتومة بتيجي عند وقت معين ومصيرها تنفجر. فده اللي بيحصل في النفس البشرية، كل شعور سلبي بيجيلي ومش بتعامل معاه، وبتعامل معاه بقى عن طريق الإلهاء اللي هو منه الأكل. في ناس تانية بتعمل حاجات تانية، ولكن بتكلم النهاردة على الأكل. فلما بلهي نفسي عن الشعور بالأكل ما مش بعيش الشعور، بيتكتم جوايا، في وقت ما هنفجر. أعمل إيه؟ وأنا رايح آكل أسأل نفسي سؤال واحد: هو أنا جعان ولا أنا حاسس بحاجة تانية؟ طب أنا لو حاسس بحاجة تانية حاسس بإيه؟ وسيب مخك يطرح عليك الشعور، واقعد فكر واقعد معاه شوية قبل ما تروح تاكل. وبعد كده لو عايز تاكل كل، بس الأول اعرف أنت حاسس بإيه.